اوعي تغلطي الغلطه دي وتسلقي صدور الفراخ في الميه، ولما ولادك يحبوا ياكلوهم تنزلي انت وتشتري القطعه الواحده ب25 جنيه. طب ليه وعلشان ايه بقى؟ لما انت بنص صدر فرخه هتقدري تعملي 11 قطعه وكمان في اقل من 10 دقايق. ما تنسيش بقى تسجلي الفيديو ده على ان هينفعك طول شهر رمضان. وفي الاول وقبل ما ابدا الفيديو، الله يسعد قلبك اللي تحط لايك للفيديو وتحيي كل اللي بتحلمي بيه، قولوا امين يا حبايبي. انا كان معايا هنا نص صدر فرخه، وزي ما انتم شايفين انا بدات ان انا اخليه. طبعا الجزء بتاع العظم ده هنسيبه على جنب، هنعمل بيه وصفه دلوقتي. اما جزء البانيه فانا قطعته لمكعبات وسبته على جنب. معايا هنا بقى 3 حبات من البصل كان حجمهم كبير، وقرن واحد من الفلفل الرومي الاحمر. لو مش عندك فلفل رومي احمر استخدمي اللي هو الفلفل الرومي الاخضر العادي. جبت هنا الكبه ونزلت بقطع الفراخ بتاعتي، وعاوزه ان انا افرمها فرمه تكون ناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. معايا هنا بقى معلقتين كبار كده من دهنه اللحمه اللي هي الدهنه الدوش، وبدات ان انا افرمها زي ما انتوا شايفين. بعد ما فرمتها هجيب طبق وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي انا فرمتها، وفي نفس الكبه هنزل بالبصله وعليه الفلفل، وهبدأ ان انا اشغل وابطل عشان مش عاوزاها تتعصر وتنزل المية اللي فيها. بعد كده بقى هبدأ ان انا انزل بمعلقه من الفلفل الاسود، معلقه من السبع بهارات، معلقه من الزعتر، ومعلقه من البابريكا، وكمان معلقه من الملح، ومعلقه من الكزبره، وما تنسيش بقى معلقه هريسه الشطه. ولو انت مش بتحبيه حامي قوي استخدمي ربع معلقه من هريسه الشطه. عجنتها عجنه حلوه قوي لغايه ما فتلت معايا. ومعايا النهارده انا مستخدمه اللي هو العيش بتاع الفول والطعميه اللي هو العيش التخين. بيبقى حلو جدا في بيبقى حلو جدا في الحواوشي للناس اللي مش بتحب اللي هو العيش الاسمر. ده البديل بتاعكم يا حبايبي، وكمان بيديكي نفس طعم العجينه. الناس اللي بتحب تاكل الحواوشي المعمول بعجينه. هبدأ بقى ان انا احشيه بالشكل ده كده، واللهم بارك. شايفين الكوره؟ بسم الله ما شاء الله، يعني تملى العين والقلب كده. هحشي بقى كل الكميه بنفس الطريقه. وكنت بقى عاوزه اطلب منكم حاجه، لو انتوا وصلتوا لغايه هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك للفيديو، وكمان تسيبوا تعليق حلو بقولكم الحلوه الجميله. خلصت بقى كل الكميه وجبت العيش بتاعي دهنته من فوق ومن تحت كده بالزيت. يعني بصوا جبت معلقتين من الزيت وبدات ان انا اتين بيهم في صينيتين اتنين ودخلتهم في وقت واحد في الفرن. بياخدوا معاكي بالظبط 13 او 15 دقيقه ويطلع معاكي مقرمش وقمر. وكمان بسم الله ما شاء الله الخلطة بتاعتنا القمر دي مستوية وتحفة. هتشوفوا كل حاجة قدامكم دلوقتي. شايفين عمل معايا 13 قطعة بسم الله ما شاء الله. ده غير للولاد بألف هنا أكلوه أصلا قبل التصوير، يعني قبل ما ببدأ إن أنا أصور كده بسم الله ما شاء الله. تعالوا بس عاوز أشوف أوريكم بس الحشوة قد إيه حلوة جدا. كل ده من نص صدر فرخة يا حبايبي. انت ممكن تعملي اكل حلو جدا وكمان جميل، بس ان انت تنظمي بس اكلاتك هتعملي ايه. ما تنسوش بقى تسجلوا الفيديو ده عندكم لرمضان، لان الوصفات السهله والبسيطه وحيرة كل يوم هتوفر عليكي كتير. ولو انتوا بقى وصلتوا لغايه هنا من الفيديو ما تنسوش بقى تسيبولي تسلم ايدك يا لولا، وان شاء الله تعملوا اجمل واحسن حواوشي سهل وبسيط واقتصادي جدا. شايفين بقى الجمال؟ تسويه قمر.